صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي عايدة، بتبتدي حكايتي وأنا عمري 15 سنة. أنا من قرية ريفية، اتربيت مع جدتي الله يرحمها لأن بابا وماما ما كملوش مع بعض، وكل واحد فيهم شق طريقه، وعلشان ما يحصلش مشاكل ما بينهم في المستقبل بسببي قرروا إن أنا أقعد مع جدتي. ولما بوحشهم كانوا بيجوا يزوروني. جدتي كانت قاسية جدا ولكن كانت حنينة في نفس الوقت. كانت بتقسى عليا علشان أتعلم وأكون بنت شاطرة زي بنات الريف، ولكن أنا كانت دماغي في حاجات تانية خالص، بس كنت بحاول أمشي أموري علشان جدتي ما تضربنيش. بتعدي الشهور وأنا بشتغل في الأرض وبهتم بالمحصول والمواشي والطيور. لما بيبقى عمري 15 سنة بالظبط بيتقدم لي أيمن بيكون شاب في عمر ال20، بيكون شاب طيب وفي نفس الوقت ضعيف الشخصية، وأنا لأن سن صغير ما بعرفش أحلل شخصيته. لما بيجي يطلب إيدي هو ووالدته ووالده، جدتي بتطلب منهم مهر كبير جدا وهم بيوافقوا لأني بكون بنت جميلة وجسمي حلو، والبنت لما بتكون جميلة وجسمها حلو مهرها بيكون كبير. جدتي بتاخد من العريس المهر وما بتجيبليش أي حاجة، وبتديني شوية حاجات قديمة معايا. واليوم اللي بكتب فيه الكتاب هو نفسه اليوم اللي بروح فيه مع أيمن وأهله من غير ما نعمل فرح أو أي حاجة. أول يوم ليا أنا وأيمن مع بعض بيكون صعب جدا، ولكن بفضل الله بيعدي على خير من غير خساير كتير. ولكن أنا بفضل أسبوعين تعبانة بعد يوم الدخلة. بتعدي الأيام وأنا بعيش مع أيمن وأهله في المدينة بعيد عن القرية والريف. الحياة بتكون جديدة بالنسبة لي، ولكن أنا بكون مبسوطة جدا وحاسة إني أخيرا اتحررت من الريف ومن الأرض والطين. بفتكر إني خلاص هعيش حياتي وهعمل كل اللي نفسي فيه، ولكن بكتشف إن حماتي جايباني علشان أخدمها مش أكتر، وإنها ناوية تجوز أيمن بنت تانية تكون من عيلة كبيرة وميسورة. طبعا أنا استغربت وقلت لها طيب ليه جوزتيني ابنك؟ قالت لي مزاجي كده، انا جايباكي تخدميني وتخدمي كل اللي في البيت، وملكيش اي حق انك تعترضي، ولازم تسمعي الكلام علشان لو ما سمعتيش الكلام هتتضربي. رحت لايمن وقلت له شفت مامتك بتقولي ايه؟ قال لي قالت لك ايه؟ حكيت له على كل كلمه مامته قالتها لي. قال لي ايه المشكله اللي ماما تقوله تسمعيه ولازم تعملي بيه، علشان امي هي ست الكل هنا، والكل لازم يمشي تحت امرها ويطيعها. اتنهدت بوجع وقهر وقلت له حاضر يا ايمن، وخرجت علشان اشوف اللي ورايا. بتعدي الايام وانا عايشة في بيت جوزي خدامة مش اكتر. بعد مرور سنة حماتي بتبعد ايمن عني تماما وبتقوله ما تقرب لهاش لحد ما نجيب لها حاجة تمنع الحمل. ايمن بيقول لها ليه يا امي؟ قالت له علشان مش عايزين منها عيال، هو انت عايز تخلف منها؟ ايمن قال لها انا مش عايز حاجة، اللي حضرتك تأمري بيه انا هعمله. قالت له خلاص يبقى من النهارده تنام في اوضه الضيوف لحد ما نجيب لها اي حاجه تمنع الحمل، وبعد كده ابقى عيش مع مراتك عادي. ايمن بيقول لها خلاص ماشي، وانا طبعا بكون شايفه وسامعه كل حاجه وبحس بالقهر من جوايا. بقرب من ايمن وبقول له هو انا مش مراتك؟ قال لي ايوه طبعا انتي مراتي، ليه في حاجه ولا ايه؟ قلت له هو انت بتعمل معايا كده ليه يا ايمن؟ يا ريتك كنت سبتني في الريف، انا ندمت ان انا سبت جدتي، قسوتها عليا كانت ارحم من اللي انتوا بتعملوه. قال لي والله بقى هي دي عيشتنا، واحنا اشتريناكي بالفلوس اللي جدتك خدتها تعيشي زي ما احنا عايزين، ولو اتكلمتي تاني او قلتي اي كلام ما يعجبناش انتي حرة. قلت له خلاص انا فوضت امري لله، ممكن اطلب منك طلب؟ قال لي اتفضلي. قلت له انا عايزه هدوم زي ما انت شايف هدومي اللي جايه بيها اتقطعت. قال لي طيب، وخرج علشان يستأذن من مامته كالعادة. سمعت حماتي بتنادي عليا، خرجت وقلت لها نعم، محتاجة مني حاجة؟ قالت لي بعصبية وزعيق هو انتوا مش واخدين مهر؟ قلت لها ايوه خدنا المهر. قالت لي ما جبتيش هدوم ليه؟ قلت لها معرفش. قالت لي يعني ايه ما تعرفيش؟ احنا مديينك مهر يجيبلك هدوم تكفيكي سنين قدام. قلت لها المهر جدتي خدته، وانت شايفه الهدوم بتاعتي اتقطعت وانا عماله خيط فيها ودلوقتي ما بقاش ينفع اخيطها تاني. قالت لي دي مشكلتك انتي وجدتك، احنا عملنا اللي عليكي واديناكي مهر ما كنتيش تحلمي بيه. وجرحتني وهنتني بالكلام. طبعا انا دخلت الأوضة بتاعتي وفضلت اعيط من كل قلبي. بتعدي الايام وانا عايشة في بيت ايمن زي الخدامة، بتهان وبتضرب وبيتغلط فيا كل يوم حرفيا، وطبعا كنت متحملة غصب عني لاني ماليش مكان اروح فيه، وفي نفس الوقت كان سني صغير قوي. بتعدي السنين ولما بيبقى عمري 18 سنة حماتي بتجيب عروسة من عيلة غنية جدا لأيمن، وأيمن بيروح يشوفها وهو مبسوط لأن أيمن من الرجالة اللي بيحبوا التعدد، وبيبقى ما عندوش أي مشكلة إنه يتجوز 4. ودايما كان يقولي أنا صحتي حلوة ومعايا فلوس، ليه ما دلعش نفسي وعيش حياتي؟
ولما كنت أقول له وأنا يا أيمن يقول لي أنتي تخدميني، والتانية تخلف لي، والتالتة تهتم بيا وبأكلي، أما بقى الرابعة فدي تبقى الدلع كله. كلامه كان مستفز ويسد النفس لدرجة إني كنت بتقفل منه وما بحبش أتكلم معاه. قررت إن أنا أصبر على الهم لحد ما ألاقي حل اللي أنا فيه. حماتي راحت خطبت نجوى، وأهل نجوى وافقوا لأن حماتي دفعت مهر كبير جدا يليق بيها وبمستوى عيلتها. نجوى بتكون بنت دلوعة ومغرورة جدا، أول ما بتيجي بتخلي الكل عندها خدم، كانت بتتعامل مع الكل بغرور، وأنا كانت دايسة على نفسي. كانت بتعامل الكل بطريقة وبتعاملني أنا بطريقة تانية خالص. منعت أيمن يخش أوضتي تماما وبقى معاها هي وبس، وكانت طبعا فاكرة انها كده ضايقتني، ما تعرفش انها رحمتني من حاجات كتير قوي انا ما كنتش حباها. بعد شهرين من جواز نجوى وأيمن بكتشف ان انا حامل. حماتي بتجيب واحدة علشان تكشف عليا وتتأكد اذا كان الحمل ده بجد او لا. الست بتكشف عليا وبتقول لحماتي والأيمن ان انا حامل في الشهر الرابع وداخلة خلاص على الشهر الخامس. طبعا حماتي بتتجنن ولكن بتتماسك لحد ما الست تمشي. اول ما الست بتخرج من باب البيت حماتي بتقول لأيمن اضرب عايدة. أيمن بيستغرب وبيقول لأمه أضربها ليه؟ دي حامل. حماتي قالت له أنت عايز يكون ليك ابن من الفلاحة؟ أيمن فضل ساكت، ولكن نجوى خرجت وقطعت الصمت وقالت لأيمن لو ما ضربتش عايدة وسقطتها دلوقتي حالا أنا همشي، وانت عارف ان بمشياني من هنا كل واحد فينا هيروح لحاله، وبكده المصالح اللي بينك انت وبابايا هتقف، ومن الاخر كده هتخسر كتير قوي يا ايمن. طبعا ايمن اول ما بيسمع الكلمتين دول من نجوى ما بيفكرش وبينزل فيا ضرب بايديه وبرجليه لحد ما بنزف من كل حتة. وبعد ساعة كاملة من الضرب المستمر ابني بينزل قدام عيني. ابني بيفضل يتحرك لمدة 5 دقايق بالظبط وبعد كده بيموت تماما. أول ما حماتي بتتأكد إن حصل الإجهاض بتقرب من الجنين وبتحط جوه قماشة بيضة وبتدي القماشة لأيمن وبتقوله ادفنه في أي أرض، ومن غير أي رحمة بتقولي قومي علشان تمسحي الدم ده. طبعا أنا كنت خلاص جبت آخري، ومن غير أي تفكير مسكت السكينة وهددتهم بالقتل، ولكن جسمي كان ضعيف وإيديا كانت بترتعش وما كنتش قادرة أقف على رجليا. نجوى قالت لأيمن البنت دي جابت آخرها معايا، أنا مش عايزاها في البيت. أيمن قال لها يعني هوديها فين؟ حماتي قالت له اسمع كلام نجوى اللي تقولك عليه اعمله. أيمن اتنهد وقال لهم حرام عليكم البنت بتنزف ده ممكن تموت. نجوى قالت له ما تموت ولا انت خايف عليها؟ أيمن قال لها أنا مش خايف بس كده أنا ممكن أروح ورا الشمس بسبب الموضوع ده. نجوى قالت له لو خايف من كده فما تقلقش خالص، طلقها وارميها بره البيت. أيمن قال لها بس هتروح فين؟ قالت له ملكش دعوة، لا تطلقها لا تطلقني أنا. طبعا أيمن رمى عليا يمين الطلاق، وحماتي مسكتني من شعري ورمتني بره البيت وقفلت في وش الباب. اليوم ده مهما مر عليا سنين عمري ما هنساه، لاني تعرضت لظلم ما يتحكيش ولا يتوصف. ما كانش معايا فلوس ولا معايا هدوم، وهدومي كانت غرقانة دم. مشيت في الشارع وانا بتسند على الحيطان، من التعب ما قدرتش اقف على رجليا، قعدت على الارض. فضلت قاعدة على الارض حوالي ساعة، كنت بفكر اعمل ايه واتصرف ازاي واروح فين. وانا بفكر جه على بالي اروح لابو نجوى، لاني كنت اسمع عنه انه راجل كويس ويعرف ربنا وبيتقي الله وما بيرضاش بالظلم. قمت وقفت واتسندت على الحيطة وفضلت ماشية لحد ما وصلت البيت ابو نجوى. خبطت على البيت الكبير اللي كان عبارة عن قصر. خرجت لي بنت من الخدم قالت لي انت مين وعايزة مين؟ قلت لها انا عايزة الحاج عبد الرحمن. البنت من منظري فكرتني شحاتة ودخلت جابت فلوس وادتها لي. قلت لها انا مش عايزة فلوس، انا عايزة الحاج عبد الرحمن. قالت لي طيب اصبري. فضلت مستنية لحد ما الحاج عبد الرحمن نزل. اول ما شافني اتخض من شكلي وقال لي مالك يا بنتي فيكي ايه اللي عامل فيكي كده؟ قلت له وانا برتعش حضرتك الحاج عبد الرحمن؟ قال لي ايوه. قلت له انا كنت مرات ايمن، يعني ضرة بنتك نجوى. قعد قدامي وقال لي انت باين عليكي صغيرة في السن. قلت له انا عمري 18 سنة، ممكن احكي لك اللي حصل معايا علشان تساعدني ولا مش هترضى تقف معايا؟ قال لي لا يا بنتي انا بقف مع كل الناس، حتى لو مين احتاج مساعدتي مادام انا اقدر اساعده.
قلت له طيب انا هحكي لك كل حاجة من اول ما اتجوزت. قال لي انت اتجوزتي وانت عندك كام سنة؟ قلت له اتجوزت وانا عمري 15 سنة. قال لي طيب احكي وانا سامعك. فضلت احكي له كل التفاصيل اللي مريت بيها. طبعا كنت بحكي بصعوبة، وبعد ما خلصت فقدت الوعي بسبب الدم اللي كان بينزل مني. فتحت عيني لقيتني نايمة على السرير ومتعلق لي محاليل، وهدومي متغيرة وشعري متسرح، والشمس كانت طالعة وداخلة في الأوضة. طبعا أنا ما كنتش قادرة نادي على حد، فضلت قاعدة ساكتة لحد ما البنت دخلت لي. قالت لي انت صحيتي يا حبيبتي؟ قلت لها أيوة. قالت لي طيب أنا مساعدة في البيت ده، اللي تحتاجيه اطلبيه مني. قلت لها أنا عايزة الحاج عبد الرحمن. قالت لي الحاج عبد الرحمن نايم دلوقتي، انا هجيب لك اكل وعصير، وبعد ما الحاج عبد الرحمن هيقوم هيجيلك من نفسه. قلت لها خلاص ماشي. بعد شوية وقت الدكتور جه شل المحاليل، وطبعا بعد ما شلت المحاليل كلت وشربت عصير علشان اخد نفسي لاني كنت تعبانة ومش قادرة اتحرك. بعد ما كلت الدكتور اداني حقنة وقال لي اتغذي كويس لانك نزفت كتير. قلت له حاضر. والدكتور بيكتب لي العلاج. الحاج عبد الرحمن جه علشان يطمن عليا، فضل يتكلم معايا كتير ويطيب بخاطري، وانا قلت له اني هفوق وهمشي على طول. قال لي لا ما تمشيش، خليكي قاعدة، البيت كبير زي ما انت شايفة وفي اماكن كتير. قلت له بس لو نجوى جت هتعمل مشكلة كبيرة، دي طردتني من البيت، امال لو شافتني في بيت ابوها هتعمل ايه؟ قال لي ما تجيبيش سيرتها دلوقتي لان حسابها معايا بعدين. بتعدي الايام وانا بقرر اعيش عند الحاج عبد الرحمن، ولكن طبعا قررت اني اشتغل مع البنات، اعمل اكل وانضف واغسل علشان ما بقاش حاسه اني تقيل على حد. بيعدي عليا سنه وانا في بيت الحاج عبد الرحمن، وللاسف بيجي فتره على الحاج عبد الرحمن بيتعب فيها جدا، وبيكون محتاج لحد يرعاه ويكون معاه ال24 ساعه. نجوى هي بنته الوحيدة، وعنده ولدين مسافرين دولة أوروبية. نجوى لما عرفت إن باباها تعبان جت زارته مرة واحدة بس وما جاتش تاني، لأنها كانت زعلانة منه علشان باباها زعق معاها جامد جدا وقعدني عنده غصب عنها. طبعا أنا في الفترة اللي الحاج عبد الرحمن بيكون تعبان فيها بكون تحت رجليه حرفيا، بعمل له كل حاجة، كنت بخدمه برموش عينيا، عايزة أوفي حاجة واحدة من اللي عملها معايا. التعب بيشتد على الحاج عبد الرحمن، وللأسف ما بيبقاش قادر يدخل الحمام أعزكم الله لوحده. الدكتور بيطلب مني ان انا ادخله الحمام، وكمان ابقى اديله الشاور بتاعه مرة كل اسبوع على الاقل. وطبعا انا كنت هتكسف اعمل كده، فطلبت من الحاج عبد الرحمن اننا نتجوز، والحاج عبد الرحمن بيوافق على طول لان زوجته متوفية من زمان وهو ما اتجوزش بعدها. في نفس اليوم بنجيب المأذون وبنكتب الكتاب، والناس طبعا بتتكلم ان انا والحاج عبد الرحمن اتجوزنا، ونجوى وأيمن بيجوا علشان يتأكدوا إذا كان الخبر صح ولا لأ، وأنا بأكد لهم الخبر. نجوى بتفضل تتخانق معايا وتزعق بصوت عالي وتقولي انتي استغليتي ظروف أبويا، استغليتي تعبه علشان تسرقيه، ولكن أنا اتكلمت بكل جبروت وقلت لها خدي جوزك واخرجي بره من هنا، الحاج عبد الرحمن تعبان ومش حمل أي حاجة من الكلام ده، اتفضلي امشي. ولما بترفض بخلي البنات اللي شغالين في البيت يمشوهم. بتعدي الأيام والحاج عبد الرحمن بيخف، بعد ما بيخف بعيش معاه أحلى وأجمل أيام حياتي، بيعوضني عن أبويا اللي ما عشتش معاه، وعن أمي اللي رمتني لجدتي ومشيت. من كتر ما أنا بكون متهنية وسعيدة بحس إني في حلم، مستوايا المادي بيتغير 180 درجة، بكون غنية جدا، وده طبعا بفضل ربنا ثم الحاج عبد الرحمن. الحاج عبد الرحمن بيحط الفلوس تحت رجليا، بشتري احلى واجمل الهدوم، بلبس دهب ما كنتش احلم اني البسه. بعد مرور سنة ونص على جوازي من الحاج عبد الرحمن ربنا بيرزقني بالحمل، وطبعا في الفترة دي ما بيكونش في حاجة اسمها سونار او اي حاجة من الكلام اللي موجود دلوقتي. بيعدوا ال9 شهور وربنا بيراضيني بولد زي القمر، وبعد ما بجيب ابني بسنتين ربنا بيرزقني بولد تاني. بعد ما بولد ابني التاني الحاج عبد الرحمن بيرجع يتعب تعب شديد، ولكن المرة دي التعب بيكون أشد من قبل كده، وجسمه ما بيقدرش يقاومه وبيتوفى على طول. بعد وفاته بكتشف انه كاتب لي جزء من املاكه غير ورثي انا وولادي،
وكان كاتب في وصيته: شكرا يا أحلى وأجمل حاجة حصلت لي، عمري ما كنت أتخيل إن روحي هترد فيا تاني، انتي أسعدتيني وكنتي ليا نعمة الزوجة ونعمة البنت، شلتيني وصنتيني وحافظتي عليا في تعبي وفي مرضي، عرضتي عليا ان اتجوزك وانا اكبر من ابوكي علشان بس تعرفي تهتمي بيا وما تحسيش انك بتعملي حاجة حرام. الحاجة اللي انا كتبتها باسمك هدية بسيطة على اللي انتي عملتيه معايا وعلى خدمتك ليا السنين اللي فاتت وعلى ولادنا الحلوين اللي ما كنتش اتخيل اني اجيبهم في السن ده. عايزك تكوني قوية واوعي حد يكسرك. عايزة اقولك يا عايدة اني عمري ما حبيت ولا هحب غيرك. ربنا يحفظك انتي والولاد، انا واثق ان ولادك هيكونوا رجالة وهيكونوا ظهرك وسندك من بعدي. وانا بقرأ الرسالة كنت بموت من العياط لاني حبيت عبد الرحمن فوق ما تتخيلوا. هو فرق السن ما بيننا كان حوالي حاجة و40 سنة، ولكن والله بمعاملته الطيبة ليا خلاني ما حسيتش ان في فرق سن ما بيننا. بعد وفاة الحاج عبد الرحمن أنا برجع أمسك الشغل بتاعه، ولاده بيجوا من السفر بياخدوا كل واحد فيهم نصيبهم وبيسافروا تاني، ونجوى هي كمان بتاخد نصيبها، وأنا ببتدي أنتقم واخد حقي من كل واحد أذاني. أنا بدمر أيمن وأهله تماما، بضربه في شغله وما بخليش اي حد يتعامل معاه، ببيع بربع التمن علشان بس اكسره واخليه يفلس. وفعلا في خلال 6 شهور اللي انا عايزاه بيحصل، وايمن بيفلس وبيضطر يبيع البيت الكبير اللي هم عايشين فيه، وانا بشتري البيت اللي شفت فيه ظلم عمري ما هنساه وبحرقه قدام الكل وبهده وببنيه مسجد كبير جدا وبسميه مسجد عبد الرحمن. ايمن بيجيلي وبيركع على الارض وبيترجاني اني اسامحه وانسى اللي فات وارجع له ونعيش اسره سعيده. بتصدم من بجاحته وبقول له انا عارفه انت جاي تعمل اللي انت بتعمله ده ليه، لانك مش عارف تعيش العيشه اللي انا عشتها زمان. الواحد لما يبقى فقير وبيتغني بيعرف يتأقلم ويعيش، انما لما يبقى غني ويتفقر ما بيعرفش يعيش ولا يتأقلم. وانا عايزاك تشوف الذل انت وامك ومراتك. ايمن بيوطي على رجلي علشان يبوسها وبيقول لي ابوس ايديكي اعفي عني. قلت له اللي بيعفي عن العباد ربنا، استغفر ربك. قال لي امي من القهر جالها جلطه، ابوس ايديكي محتاج فلوس اعالجها. قلت له لا، دي الوحيده اللي انا هكون شمتانه في موتها لانها قتلت ابني قدام عينيا. قال لي فين المشكله يعني، ما ربنا عوضك بولدين. قلت له هتفضل طول عمرك قلبك اسود وبتمشي ورا كلام امك من غير تفكير. قال لي طب انا مش عايز منك اي حاجه، بالله عليكي سيبيني اشتغل في البلد وانا والله ما هتعرض لك. ضحكت باستهزاء وقلت له مين قالك انك تعرف تتعرض لي اصلا؟ انا دلوقتي معايا السلطه ومعايا المال واقدر افعصك تحت رجليا زي ما انت وامك كنتوا دايسين على نفسي زمان. عايز تتقي شري وتتقي اللي ناوي يعمله فيك، خد عيالك ومراتك وامك واهلك وامشوا من هنا. ايمن قال لي نروح فين؟ بالله عليك احنا ما بقاش حيلتنا اي حاجه. ناديت للأمن وخلتهم طلعوه برا. وطبعا اليوم ده أنا حسيت إني خدت جزء بسيط من حقي، ولسه الجزء الأكبر هاخده لما أقابلهم قدام ربنا لأنهم أخصامي ليوم الدين. على فكرة قصتي مش مصرية، وكمان قصتي قديمة جدا جدا جدا. أنا دلوقتي سيدة أعمال كبيرة وجدة كمان. الحلو في قصتي ان اللي حصل لي ما كسرنيش، اللي حصل لي قواني وخلاني اطور من نفسي علشان مفيش اي مخلوق خلقه ربنا يقدر يكسرني بعد كده. وبكده تكون قصتي خلصت. عايزاكم تقولوا رأيكم فيها لان اكيد رأيكم يهمني. وبس كده، صلوا على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات. ومع السلامة يا احلى واجمل فراولات.